حبيبتي اذا راكي تحوسي على عجينه تاع فطائر ولا ميني بيتزا ولا باش تعتمديها، ننصحك بهذه لاباط، تجي ولا اروع، طريه، تشكليها كيما حبيتي. يعني ديريها بيتزا، ديريها فطائر، الشكل اللي يعجبك، ديريها كرواسون، ديريها هكذا، ديريها مدوره كيما حبيتي، تجي هايله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. العجينه هذه فيها واحد علبه ياغورت طبيعي، ونكينو بنفس العلبه نديرو 3 حليب يكون دافي، نزيدو وحده زيت نباتيه، ومن بعد نديرو وحده خميره ما تكونش ملعقه هكذا متوسطه، وملعقه سكر، نخلطهم مليح 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 هنايا هذوك المكونات، ومن بعد نديرو الملح ونبداو نشفو بالفرينه هكذا. دير الكميه لاباس بها هذه تاع الفطائر، طميها هكذا بالفرينه حتى تكون عندك عجينه طريه. من الاحسن ما تيبسيهاش باش يجوك الفطائر تاعك شابين ويجوك هشاش وخفاف هكذا. نخلوها تخمر ومن بعد تشوفيه التشكيل. هنا انا لاغانيتور درت حبه فلفل شويتها طرشي مشوي، وطوماطيش تانيك مشويه، وشويه مايس، وشويه زيتون مقطع، ولاصوص طوماط. لاصوص طوماط نورمال، حبه طوماطيش سكرفشتها ودرت لها شويه زيت وقليتها مليح، ومن بعد زدت لها شويه طماطم مصبره وشويه لي زيبيس، ملح، فلفل الكحل، شويه كمون وفلفل عكري، وشويه هكا فنجان صغيور تاع الماء، وخليتها ولات خاطره هكذاك. ونبدا نخدم بها هنايا. تشكلي الفطائر تاعك دوك انايا نوريلك كيفاش حنشكلهم. يعني العجينه شوفي كيفاش راهي عندنا هايله هكذايا. تاخدي تستعيني باسكو طريه بزاف، تستعيني توجور بالفرينه. نحل هكايا تحلي هكذايا دائره، ومن بعدك نديرو هنايا انايا حشيتها في الاطراف بالفرomاج موندور هذاك بذوق الشيدار، يجي بزاف بزاف بنين، سورتو هادو في رمضان. واش نقول لك، يقولوا كل يوم يقولوا لك ديريهم منا. نديرو في الوسط هذيك لاصوص طوماط اللي وجدناها هكذايا، ندير شويه جبن هكذا فرomاج، وندير هذوك الفلفل واللي وجدت هكذا، ونزيد فرماج من الفوق هكذا. بهذه الطريقه تزيد فيهم كامل في البلاطو تاعك. وهنايا ندهنوا لهم الاطراف بالبيض، ونرشوا لهم مجلجلان كيما تقدري ديري. هذا الشكل يجي بزاف شباب. نقطعوا هكايا الاطراف على 4، ومن بعد كل طرف نقسموه على 2 كيما كتشوفي هكذا، ومن بعد نحكموا كل 2 مع بعضاهم هكذا بهذا الشكل، باش تجي كي شغل هذاك دوار الشمس، هذيك عباد الشمس ولا واش يسموها ليسونسيال. هاد تجيك هاد الوريده تقبيها في الوسط وحشيها كيما درنا مع اليمين، راح يتحرق لك الطياب اللي هو اهم شيء في فرن السعاده. تعرفوه كيفاش يطيب المخبوزات ولا اروع. نديروها هكايا نار قليله من التحت مده 4 ساعات، ومن بعد كي طيب نحمروهم من الفوق تانيك نار مهيله في الفرن هذا سخون بزاف. دونك تسمى المخبوزات هادو الفطائر وكامل لازم لهم نار مهيله كيما كتشوفي، سورتو من الفوق تم يخطفها لك. ديريها هكا قليله وقعدي تعسي من التحت كيما قلت لك وريتها لك النار. ديريها هكذاك واستناي غير تشوفيها حمرت لك، خدت لك هذاك اللون الذهبي الشباب، حمريها من الفوق. شوفي اروع فطائر تقدري ديريهم، يجوا ولا اروع ولا ابن، اقسم بالله غير يجوا تحفه هايلين. شوفي كيفاش طريين، شوفي كيفاش طايبين، خاضين وقتهم في الطياب. ني مواني ني بلوس كيما يقولوا، ما خليتهم نحرقوا، ما طيبتهم بيوضه سوا برك. شوفي كيفاش يطيبوا ما شاء الله. التحميره تاع الفوق حمرتهم غير شويه ابان، ما حبيتش نكتر لهم باش ما يبقاو طرايه كيما كتشوفي، ما يبسوش معايا. شوفي هذيك الوردات كيفاش تجي الطرف ديالها ماشي يابس ماشي حاطم، هايل. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنسايش ديري لايك وتشتركي في القناه اذا مازال ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.